تخيل معايا كده إنك تكون أشهر صوت في البلد كلها والناس كلها بتعشقك وتتمنى تشوفك، بس في الحقيقة أنت أضعف وأكتر حد مرعوب ومهزوز في المدرسة كلها بلا منازع. ده بالظبط اللي بيحصل مع بطلتنا النهاردة، والسر بتاعها ده لو اتكشف هيقلب حياتها لجحيم حرفيا. البنت دي دلوقتي هي أشهر وأهم مذيعة راديو موجودة في الساحة كلها من غير أي منازع، وتعليق واحد بس طالع منها بالصدفة على الهوا للمستمعين عن إن الناس لازم تلبس لون أحمر عشان تتحرر وتبقى على طبيعتها من غير قيود. التعليق ده بيغير كل حاجة في لحظة واحدة وبشكل محدش يتخيله، وفي ليلة واحدة بس ومن غير أي مقدمات المدرسة كلها بتتحول لبحر كبير جدا من اللون الأحمر. بس من ورا الكواليس وبعيد عن العيون دي كلها، تارا عايشة حياة تانية خالص ومختلفة 180 درجة. هي بنت خجولة جدا ومنطوية على نفسها لأبعد الحدود، وإيديها بتترعش في الفصل لدرجة إنها مش بتعرف حتى تمسك القلم تكتب بيه، ولما بتلمح الولد اللي هي معجبة بيه من زمان بتكتم نفسها من غير ما تحس بشكل لا إرادي تماما، وبتبقى مشلولة في مكانها من كتر التوتر والخوف. والنهاردة وزي كل يوم هي بتبدأ البرنامج بتاعها من أوضتها زي العادة، لحد ما فجأة جوز أمها اللي اسمه راب بيخبط على الباب. وراب ده بيحاول دايما وبكل الطرق إنه يقرب المسافات اللي بينهم، بس تارا بتصده وبتبعده عنها، فبيفتح معاها موضوع راديو ريبيل الغامضة اللي قلب المدرسة كلها، على أمل إن الموضوع الترندي ده يخليها تتكلم وتفك معاه شوية. وهو مش واخد باله خالص ولا متخيل إن البنت الهادية الكيوت اللي قاعدة قدامه دي هي نفسها الأسطورة اللي الناس بتتكلم عنها. وتارا في اللحظة دي بتموت من الرعب من جواها وبتدعي من كل قلبها إنه يمشي بسرعة قبل ما سرها الكبير ده يتكشف، بس راب بيفضل يرغي ويتكلم بحماس شديد جدا لحد ما فجأة المزيكا اللي شغالة في الخلفية بتقف تماما، فمش بتلاقي قدامها أي مكان تستخبى فيه ولا تهرب منه، وبتضطر إنها تكمل البث بتاعها على الهوا قدامه. فبينكشف سرها أخيرا وبيبقى اللعب على المكشوف، ومحدش في الدنيا كان ممكن يتخيل أبدا إن تارا الخجولة المهزوزة دي اللي ملهاش صوت هي راديو ريبيل المشهورة اللي مكسرة الدنيا في المدرسة. وبعد ما الصدمة الأولى بتروح وتعدي، رب يقترح عليها بسرعة إنها تنضم لمحطته الاحترافية الكبيرة، وبيعرض عليها إنه يوفر لها أحسن وأغلى أجهزة موجودة في السوق، ومديرة أعمال مخصصة ليها لوحدها اسمها كامي عشان ترسم ليها طريق واضح ومحدد لمستقبلها في المجال ده. بس تارا بتتردد وبتحس بخوف كبير، لأن الأوضة الصغيرة بتاعتها دي بس هي اللي بتخليها تاخد راحتها وتتكلم من قلبها من غير ما تحس بأي خوف أو ضغط. فرب يصر إنها بنت موهوبة جدا وعندها قبول رهيب، وإن صوتها حلو جدا وما يستاهلش أبدا إنه يتكتم جوه أوضة، وبيقنعها إنها تستحق مسرح أكبر بكتير تظهر فيه، وبيطلب منها إنها ما تقللش من قيمة نفسها وموهبتها أبدا. وقبل ما تارا حتى تلحق ترد أو تقول أي حاجة، رب يلف وشه ويمشي ويسيبها. فأمها دليلة بتكون واقفة وبتسمع كل حاجة من بره الأوضة، وبتدخل عليها وهي طايرة من الفرحة ومش مصدقة نفسها، وبتشجع بنتها بكل حماس إنها تاخد الخطوة دي وتجرب، وبتوعدها إنها هتكون ظهرها وسندها في كل حاجة. بس تارا لسه مترددة وخايفة من الخطوة دي ومرعوبة من جواها لدرجة إنها تبوظ كل حاجة في حياتها. ومع تشجيع دليل المستمر اللي مش بيقف، تارا أخيرا بتستجمع كل شجاعتها المتبقية وبتقرر إنها تاخد أول خطوة ليها في الطريق ده. وتاني يوم الصبح وهي في المدرسة، تحديات جديدة بتضربها في وشها على طول من غير إنذار. فبتلاقي قائمة أسماء مسرحية المدرسة متعلقة على اللوحة قدام الكل، وبتتصدم صدمة عمرها لما بتلاقي إنها طالعة في دور مع جافن، الولد اللي هي معجبة بيه من زمان وبتموت فيه، وقلبها بيدق بسرعة رهيبة كأنه هيقف، بس برضه مش بتلاقي الجرأة ولا الشجاعة إنها تروح تقف قدامه وتقول له هاي. فصاحبتها الأنتيم أودري بتطمنها وبتهديها وبتقول لها إن جافن ده مجرد ولد عادي جدا زي أي حد، وإن خطوة واحدة بس شجاعة منها هتكون كفاية عشان تقرب المسافات بينه وبينها. فتارا بتجمع شجاعتها وبتقرب منه وراسها في الأرض ومكسوفة، بس الكلام بيموت في زورها قبل ما تنطق بشرف واحد. وجافن بياخد باله من تيشيرت الفرقة الموسيقية اللي هي لابساه، وبيعترف لها إنه أصلا عضو أساسي في الفرقة المستقلة دي، وبيحلم باليوم اللي فرقتهم دي توصل فيه للنجومية وكل الناس تسمعهم، حتى وهو عارف ومتأكد إن الطريق لسه طويل وصعب قدامهم. فتارا بتمدح مزيكتهم من قلبها وبكل صدق، وبتقول له إنها رهيبة جدا ومحتاجة بس فرصة حقيقية عشان تتسمع. والمجاملة الصادقة جدا منها بتدفي قلب جافن وبيفرح بيها قوي، وبيبداوا ينسجموا مع بعض في الكلام جدا لحد ما ستيسي ملكة المدرسة المغرورة بتتدخل وبتقاطعهم وبتبوظ اللحظة دي عليهم. وبما إنها مخرجة المسرحية دي والكل في الكل، فالكل لازم يمشي ورا كلامها وينفذ اللي بتقوله. وستيسي دي دايما بنت بتلمع ومحط أنظار كل اللي في المدرسة، وهي عكس تارا تماما اللي دايما ماشية في حالها. وبعد ما بتوزع ورق السكريبت على الكل، ستيسي بترغي مع جافن عن موضوع سباق ملك وملكة الحفلة، وبما إنهم هما الاتنين مشهورين جدا في المدرسة، فهي واثقة إن التاج بتاعها ومفيش حد هياخده غيرها. وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص، تارا
بتروح المحطة الاحترافية دي لأول مرة في حياتها، وبتقابل مديرتها الجديدة كامي، وكامي دي بتتكلم بسرعة الصاروخ عن كل خطط المستقبل في الوقت اللي تارا بتستخبى فيه في الدولاب من كتر التوتر والرعب. وزمان لما كانت بتبث برامجها لوحدها من البيت كانت بتقدر تتخيل وتوهم نفسها إن محدش بيسمعها خالص، وبتطلع كل اللي في قلبها ومشاعرها براحتها. بس وقفتها في الاستوديو الضخم والاحترافي ده بتخليها تحس إن في عيون كتير قوي بتبص عليها وتراقبها، فبتتوتر جدا لدرجة إنها مش بتعرف حتى تقول جملتين على بعضهم. وكاني مش بتضغط عليها خالص عشان تتأقلم فورا، وبس بتفكرها وتطمنها إن التوتر ده شيء طبيعي جدا وبيحصل لأي حد، وإنها ممكن تاخد وقتها براحتها من غير استعجال. فتارا بتخرج من الدولاب وهي بتترعش وبتبص للاستوديو الاحترافي الواسع ده وهي مش مصدقة عينيها من الانبهار. وكامي بتعلمها على كل الأجهزة بصبر وطولة بال، وبتأكد لها إن المكان ده هيكبر موهبتها ويطلعها للنور. وفاضل 10 ثواني بالظبط على العد التنازلي للبث، فكامي بتقفل الستاير بتاعة الاستوديو عشان تديها شوية خصوصية وتهديها. وأول ما المايك بيشتغل واللمبة بتنور كل توترها وخوفها بيختفي في ثانية، وصوتها الصافي الدافي بيملى كل موجات الراديو وبيجيب راحة وهدوء نفسي لمستمعين كتير جدا محتاجين يسمعوه. وجافن بيطلع هو كمان من أكبر وأهم معجبين راديو ريبل، ومن ساعة ما المذيعة طلبت من الكل يلبس لون أحمر المدرسة كلها اتحولت لبحر أحمر في كل حتة، والناس كلها هتموت تعرف مين هي في الحقيقة ومين ورا الصوت ده. ولما بتسمع تارا كل التخمينات والكلام حواليها بتتمنى من قلبها إنهم يبطلوا يدوروا وراها، وبتفكر وتقول لنفسها إن المذيعة يمكن تفضل مجهولة ومحدش يعرفها، بس الفضول بتاع الناس مستحيل يتلم أو يخلص. وبعد ما تارا بتتهرب من أودري كذا مرة عشان تلحق مواعيد البث بتاعتها، أودري بتتخنق منها وما بتبقاش طايقة تصرفاتها، فتارا بتاخدها على جنب في السر عشان تقول لها السر اللي خبته كتير ده، وعشان تثبت لها إن كلامها صح ومفيش فيه كذب تارا بتديها السماعات بتاعتها عشان تسمع. وممكن الغرباء ما يقدروش يميزوا الصوت ده، بس أودري اللي عايشة معاها كل يوم بتعرفه في ثانية. وبعد ما الصدمة بتروح منها أخيرا بتستوعب وتفهم إن البنت الخجولة الهادية دي هي راديو ريبل الأسطورة اللي كل بيحب يسمعها. وفي بروفة المسرحية بتاعت المدرسة تارا بتكون متوترة جدا لدرجة إنها مش قادرة تبص في عين جافن، فبتقرأ دورها من الورقة زي الآلة بالظبط. وجافن بيطلب منها بالراحة وبصوت هادي إنها تلف وتبص له، وتحت نظراته الهادية الدافية دي تارا بترفع راسها بالراحة. وأول ما عينيهم بتيجي في عين بعض واللحظة بتحلو ستيسي بتظهر فجأة وتبوظ الدنيا، وبتمدح جافن الأول قدامها وبعدين بتلقح بالكلام السخيف على تارا، وبتلغي مشهد تارا المهم جدا في المسرحية وبترميها في الكورنر كأنها مجرد كومبارس ملهاش لازمة. وتارا بتغلي من الغضب وبتموت من القهرة، بس لسه أضعف من إنها تدافع عن نفسها أو ترد. وجافن بيشوف كل اللي بيحصل ده قدام عينه وبيشجع تارا في السر وبصوت واطي إنها تمشي ورا قلبها وتاخد موقف حاسم. وبدعمه منه وتشجيعه ليها تارا أخيرا بتلاقي الشجاعة اللي كانت ضايعة منها، وبتقول إنها مش موافقة خالص على تغيير السكريبت، وبتطلب ترجع كلامها ودورها تاني زي ما كان. وستيسي بتوافق بالعافية وهي متغاظة جدا، وبعدين بتعزمهم هما الاتنين في بيتها بالليل عشان يعملوا تدريب زيادة. وتارا بتضطر ترفض العزومة دي عشان جدول البث بتاعها، وستيسي بيبان عليها الضيق جدا والغيظ قبل ما تسيبهم وتمشي. ولما جافن بيشوف تطورها وشجاعتها دي بيفرح من قلبه جدا، لأنه عارف إن الخطوة البسيطة دي بتثبت إنها بدأت تتغير وتبقى شجاعة. وهو ماشي وبيتحرك اسطوانة بتقع من شنطته على الأرض فيها أغاني ديمو متسجلة لفرقته، فتارا بتوطي بسرعة وتاخدها من غير ما هو يحس. وفي البث بتاعها بالليل في الراديو بتقرر فجأة من غير أي تفكير إنها تشغل الأغنية دي للمستمعين، واللحن الجميل بتاعها بيخطف كل المستمعين في ثانية. وجافن بيسمع أغنيته شغالة على الراديو صدفة وبيطير من الفرحة والسعادة إن شغلهم أخيرا بيوصل لناس أكتر. وتاني يوم الصبح الكل في المدرسة بيدندن اللحن ده ومبسوط بيه، لحد ما المديرة بتتدخل وتمنع الأغنية دي رسمي. وجافن بيروح لتارا مخصوص عشان يشكرها لأنه فاكر إنها ادت الاسطوانة لراب جوز أمها واللي بدوره اداها الراديو رابل عشان تشغلها، وما خطرش في باله أبدا ولا تخيل إن تارا هي المذيعة نفسها. ولما تارا بتشوف جافن بيمدح راديو رابل قوي ومبهور بيها كده بتبدأ تحس بالغيرة في السر ومشاعرها بتتلخبط، لأن الشخصية الواثقة والقوية اللي ورا المايك بتبان غريبة جدا ومختلفة مقارنة بشخصيتها الحقيقية الضعيفة. وعشان كامي تلوت شهرة تارا وتستغل الترند بتعلق بوسترات لراديو رابل في كل محطات الأتوبيس، وحتى من غير ما وشها يبان في أي بوستر منهم. تارا بتحس إنها مضغوطة جدا ومخنوقة لأنها عمرها في حياتها ما حبت تكون في الأضواء أو حد يركز معاها. ومن ساعة قرار منع المزيكا في المدرسة وجو المدرسة كله بقى كئيب وممل ومخنوق، فتارا بتفكر في خطة مجنونة عشان تفك الخنقة دي. وفي وقت الغدا والراحة كامي بتركن عربيتها بره سور المدرسة وبتشغل مزيكا مبهجة وعالية جدا من سماعات العربية، والطلاب كلهم بيتجمعوا ويرقصوا من قلبهم وينسوا الكآبة. والمديرة بتجري بسرعة عشان توقف المهزلة دي وتزعق، وبعد جدال طويل وكلام كتير
المديرة بتسكت ومش بتلاقي أي كلام منطقي تقوله وبتضطر تسيب العيال تتبسط براحتهم. بس هي دلوقتي متأكدة ومقتنعة إن راديو رابل طالبة معاهم في المدرسة عشان كامي ظهرت هنا في نفس الوقت، وبتحلف قدام الكل وتتوعد إنها هتكشف هوية المذيعة دي وهتفصلها من المدرسة أول ما تمسكها وتعرفها. ومعظم الطلاب بيقلبوا عينيهم من التهديد ده ومش بيهتموا، بس ستيسي بتدعم المديرة 100% وبتقف معاها وبتتبرع تساعد وتكون جاسوسة عشان يصطادوا المذيعة. ودلوقتي بعد ما أغنية الفرقة كسرت الدنيا وبقت ترند، الكل بيتمرن أكتر من الأول بكتير عشان يستغلوا الفرصة. وجافن بيفضل عاقل وراسي لأنه عارف إن شهرتهم دلوقتي معتمدة على الراديو بس، وإنهم محتاجين يعملوا أغاني حقيقية عشان يكملوا المشوار. بس باقي الفرقة مهووسين بتجهيزات حفلة التخرج بس، ومش فاهمين وجهة نظره خالص ولا مهتمين بيها. ويوم ورا يوم من التدريب المستمر، مهارات تارا في التقديم الإذاعي بتتحسن جدا، وعدد المتابعين بتوعها بيفضل يزيد كل يوم. ولما بتوصل المدرسة النهاردة الصبح، أودري بتجري عليها وتقول لها بحماس إن راديو ريبل اترشحت لملكة الحفلة، وحتى من غير ما تبين وشها أو حد يعرف شكلها، المذيعة المجهولة دي بقت مصدر قوة وإلهام لناس كتير جدا. وأودري طايرة من الفرحة عشانها وبتبارك لها، بس تارا بتحس برعب كبير بيكبر جواها وبياكلها. هي بس كانت عايزة تفضل مختفية في حالها، ودلوقتي بقت هي الهدف الأول للمديرة. ولو الانتخابات دي طلعتها للنور وكشفتها، العواقب ممكن تبقى كارثة وتدمر مستقبلها. وبعد ما بتفكر في الموضوع كتير وتوزنه، بتقرر إنها تنسحب من السباق ده خالص. تارا مش بتجري ورا الشهرة ولا الأضواء، هي بس عايزة تعيش حياتها في سلام وهدوء. وأخبار تهديد المديرة بالفصل بتوصل لرب اللي بيقلق جدا على تعليم تارا ومستقبلها. بس هم دلوقتي محبوسين بين المطرقة والسندان، وتارا مش هتقدر توقف بس دلوقتي أبدا، وإلا هتخذل الفانز اللي معتمدين عليها وبيحبوها. وهي ممكن ما تكونش شجاعة في الحقيقة، بس بترفض تهرب وتستسلم عشان عايزة تثبت لمستمعينها إنهم عمرهم ما يستسلموا لما الدنيا تصعب عليهم. ورب بيفهم إصرارها وبيقدر موقفها وبيقف في ظهرها وبيدعمها. ودي كانت أول مرة يتكلموا فيها من القلب للقلب بجد، وهو بيفرح جدا إنها أخيرا فتحت له قلبه وبقت قريبة منه. لو لسه مكمل معايا الحكاية، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتخبط اللايك التمام. وعلى الهوا في البث، تارا بتحكي للمستمعين عن معاناتها الأخيرة، والمستمعين بيتصلوا عشان يشاركوها مشاكلهم هم كمان. وجافن بيتصل بالخط الساخن هو كمان من غير ما يعرفها، وبيعترف إنه عايز يركز على المزيكا الأصلية بتاعته، بس خايف إن فرقته ما تفهمش ده ويسيبوه، وخايف إنه يفشل في النهاية وما يوصلش لحاجة. فتارا بتفتكر رعبها لما اتجبرت تدخل الاستوديو الاحترافي، وبتقول له ما يتوترش من المستقبل ولا يخاف، ويعمل اللي عليه ويسيب الباقي يمشي بطبيعته. وكلامها بيكون زي الحضن الدافي بالنسبة ليه، بيفك كل شكوك جافن وبيريحه وبيلهمه يجري ورا شغفه من غير أي خوف. ودليلة أمها بتكون هتموت من الفرحة والفخر لما بتسمع إن بنتها دخلت الانتخابات، بس تارا بيكون شكلها بائس ومهموم لأنها عارفة كويس إن كشف سرها معناه الفصل من المدرسة. ودليلة بتشوف الموضوع بوضوح، وإن تارا بتستخدم كلام طيب بس عشان ترفع معنويات الناس، وإنها ما عملتش أي حاجة غلط تستاهل عليها العقاب. ولو المدرسة هتعاقبها على ده، يبقى المدرسة دي ما تستاهلش إنها تكمل فيها أصلا. ورغم تطمينات دليلة اللي مش بتخلص، تارا مش قادرة تتخلص من خوفها الداخلي أبدا، وشايلة هم حفلة التخرج جدا ومرعوبة منها. وبعدها بشوية صغيرين، المديرة بتعلن في ميكروفون المدرسة قرار صادم إن حفلة التخرج اتلغت تماما، إلا لو راديو ريبل سلمت نفسها واعترفت، بما إنهم مش عارفين يلاقوها أو يوصلوا لها. والإعلان ده بيقلب المدرسة كلها وبيعمل كارثة. الكل كان مستني الليلة الكبيرة دي وبيستعد عشان يلمع، وستيسي اللي كانت هتموت على التاج وبتجهز له بتتدمر تماما وأحلامها بتضيع. والطلاب بيبدأوا يتمردوا ويعملوا مشاكل، بس في ناس بتلوم راديو ريبل على اللي حصل، وبيقولوا إن استخبائها ده هو اللي بوظ خطط الكل. وفجأة ومن غير سابق إنذار، المحطة بتغرق في سيل من المكالمات الغاضبة، والناس بتسميها جبانة وبتستخبى، وبيشتكوا إنها دمرت أحلامهم وبوظت الليلة. وفي ناس بتتجمع وتتلم قدام باب المحطة، وتارا بتكون مش فاهمة إزاي بقت العدو رقم واحد في ليلة وضحاها، بس بتفهم إن تقبل المدح وحب الناس معناه إنك تتعلم تتعامل مع الكره والغضب كمان. وبسرعة جدا بتخترع خطة جديدة عشان تنقذ الموقف. وبما إن المدرسة لغت الحفلة بتاعتهم، فالمحطة هتعمل حفلتها الأسطورية الخاصة بيها وتعزم الكل. وكامي بتشوف إنها فكرة عبقرية وهتكسر الدنيا. وتارا وأودري بيطلعوا من المحطة بالراحة، بس الزحمة والناس اللي بره لسه ما اتفرجتش. ولحسن الحظ، عامل دليفري لابس بدلة ساندويتش بيظهر في الوقت المناسب، فبيطلبوا منه يلهي الناس دي عشان هم يقدروا يهربوا. وفي وقت الفسحة بين الحصص، صوت تارا المتسجل بيشتغل في ميكروفون المدرسة فجأة، وبيعلن رسمي عن حفلة المحطة المستقلة المفتوحة للكل. والخبر بيولع الفرحة في كل مكان، والكل بيهيص
ما عدا ستيسي اللي بتغلي من الغيظ، لأن بالنسبة ليها حفلة بره المدرسة ملهاش أي قيمة أو برستيج حتى لو كسبت فيها التاج. وتارا بتتريق عليها على الهوا وتسميها المعجبة رقم 1 لأنها عارفة إن ستيسي بتكرهها ومغلولة إن راديو ريبل بوظت كل خططها. ولما الاسم ده بيتقال على الهوا تاني، ستيسي بتركز قوي وتفكر وبتكتشف إن تارا بس هي اللي سمتها كده قبل كده، وده بيأكد لها 100% إن تارا هي المذيعة الغامضة. وستيسي بتروح طوالي على بيت تارا عشان تتأكد بنفسها، ولما دليلة بتكذب عليها وتقول إن تارا مش هنا، شكوكها بتتأكد أكتر وبتتأكد إنه صح. وفي يوم البروفا ستيسي بتبعد جافين من الطريق عشان تنفذ خطتها، وبتعزم تارا بنفسها على حفلتها وبتركز عليها بالذات عشان توقعها، لأنها بتحسب إن تارا لو ما حضرتش الحفلة دي يبقى أكيد مستخبية في المحطة بتبث البرنامج. وليلة الحفلة المنتظرة ستيسي بتقف فوق على السلم وتراقب كل ضيف بيدخل، والمفاجأة اللي بتصدمها إن تارا بتوصل في ميعادها بالظبط، ما تأخرتش، وبرنامج راديو رابل بيبدأ في ميعاده بالملي على الراديو. وتارا بتبص لفوق لستيسي بنظرة تحدي هادية، وده بيخلي البنت التانية تولع من الغيظ وتتجنن. وأودري بتكون مصدومة ومش فاهمة حاجة، وبتستغرب إذا كانت تارا عندها نسخة تانية منها، بس في الحقيقة البث اللي شغال ده مجرد تسجيل متظبط من قبلها. وستيسي بتلقط الحوار ده بسرعة بذكائها الشرير، وبتتصل بالمحطة عشان توقعها وتكشفها. وفي الأول دليلة وكامي بيمثلوا عليها ويجاوبوا، بس لما الأسئلة بتصعب وبتبقى دقيقة بيتوتروا وبيغلطوا في الكلام. فتارا بتستخبى في الحمام عشان ترد على المكالمة وتواجه ستيسي بنفسها وتخلص الحوار. وبعدين حد بيخبط على باب الحمام فجأة، ولما ستيسي بتسمع الصوتين في نفس الوقت في التليفون ومن الحمام بتعرف إن المذيعة معاها في البيت وبتبدأ تدور عليها. وتارا بتجري عشان تستخبى منها، وبالغلط بتدخل أوضة ستيسي الخاصة وبتقفل السكة بسرعة. والصور القديمة اللي في الأوضة بتفكرها بذكريات تارا الصغيرة اللي كانت بتحسد ستيسي الأنيقة الواثقة في نفسها. وفي لحظة ما في السكة وهم بيكبروا بعدوا عن بعض وما تبقاش بينهم غير المنافسة والغيرة وبس. بس ستيسي بتفتكر غلط إن تارا بتتريق عليها وتستفزها، فالشرخ اللي بينهم بيفضل مفتوح ومش بيتعالج. وفي الحفلة فرقة جافين بتطلع على المسرح وتكسر الدنيا بمزيكتها، وتارا بتكون عايزة تكلمه بس لسه متوترة جدا. ولما بتلف وراها بتلاقي جافين واقف وراها على طول وبيعترف لها إنه بيترعب من المسرح كل مرة بيطلع فيها، وإن كلام راديو رابل هو اللي بيخليه يقف على رجليه ويكمل. وتارا عمرها ما تخيلت إن تشجيعها البسيط ده بقى طوق نجاة وأهم حاجة لحد تاني، وبتستوعب إن ده يمكن يكون السبب الحقيقي اللي مخليها تكمل بث. ولأن ستيسي هتموت وتمسك دليل، بتبعت حد من شلتها متنكر في لبس عامل ديليفري عشان يخترق المحطة ويسجل لدليلة وكامي في السر عشان تمسك عليهم زلة وتهددهم بيها. ويوم المسرحية الموعود ستيسي بتأذي تارا وبتحبسها في أوضة الكراكيب وتقفل عليها. وجافين بياخد باله إن تارا مختفية ومش موجودة وبيدور عليها زي المجنون في كل حتة. وستيسي بتستغل الفرصة دي عشان تتكلم عليها وحش وبتكذب وتقول للكل إنها خافت وجبنت وهربت، وبيرفضوا يصدقوا إن تارا الهادية العاقلة ممكن تهرب بالسهولة دي، وبيفكروا يلغوا العرض كله. بس ستيسي بتستغل الفرصة وتسرق دور تارا وبتجر جافين على المسرح بالعافية. وفي الوقت ده الفراش بتاع المدرسة بيسمع صريخ من الأوضة وبيفتح الباب وينقذ تارا اللي بتجري بأقصى سرعة على المسرح عشان تلحق النهاية. بس بتلاقي إن ستيسي ضافت مشهد بوسة مش موجود أصلا في السكريبت، وده بيكسر قلب تارا حتت. وجافن اللي فاضل مستني على الفاضي ومحبط بيصدق بجد إنها هربت وبيمشي وهو زعلان جدا. وستيسي بتسم تارا في ودنها بكلام يوجع، وبعدين بتفضحها قدام الكل إنها هي راديو ريبال وبتهددها بالفيديو المسروق عشان تجبرها تعمل حملة انتخابية لستيسي أو تتفصل من المدرسة. وفي بث الليلة دي على الراديو تارا مش بتستسلم ولا بتشتكي من الظلم اللي اتعرضت ليه، وهي مستعدة تتفصل. ورغم كل خوفها ضميرها مرتاح جدا. وبالليل متأخر جافن بتجيله رسالة صوتية على موبايله، ودي كانت مكالمة استغاثة تارا الأودري وهي محبوسة في الأوضة. ولما بيعرف الحقيقة كاملة بيروح يواجه ستيسي وش الوش، وستيسي بيبانش عليها أي ذرة ندم خالص، وبتحمل تارا مسؤولية تدمير حياتها وبتدعي إنها كانت بترد الضربة بس وبتدافع عن نفسها. وجافن بيفقد الأمل فيها تماما وبيقرف منها وبينسحب من سباق الملك قدام الكل، وبيرفض إنه يقف معاها على المسرح وبيدمر صورة الكابل المثالي بتاعتهم اللي كانت بتتباهى بيها. وبيكسر قلب ستيسي، وحفلة التخرج بتمشي زي ما تخطط لها بالظبط. وتارا بتوصل الحفلة متألقة جدا ورامية شكلها العادي والبسيط على جنب، وبتظهر زي القمر وبتخطف عيون كل اللي في المكان بجمالها. وهي خدت قرارها النهائي إنها هتكشف هويتها الليلة دي مهما حصل.
وفي الكواليس أدري بتهدي أعصابها بصبر عشان ما تخافش، وهم طالعين بيخبطوا في ستيسي اللي لابسة فستان أزرق ملكي قصير ومكياج يجنن، وبتقول لها أنت ملكة مهما حصل ومحدش يقدر ينكر ده. والموقف القصير ده بيحرك مشاعر معقدة جدا جوه تارا، وفجأة وتارا بتكتشف إن خوفها هي الحقيقي هو مواجهة الناس والوقوف قدامهم، وإن خوف ستيسي الأكبر هو إنها تتقبل نفسها العادية من غير تصنع، وكل واحدة فيهم بتحارب في معركتها الخاصة بصمت. ودلوقتي جه وقت إعلان الملك والملكة، وعضو تاني في الفرقة بيكسب لقب الملك، ومرشحين الملكة هم ستيسي وراديو ريبال المجهولة، والكل مستني المذيعة الغامضة دي تظهر على نار، بس مفيش أي أثر ليها في المكان. ورغم كده المحطة بتدي التاج لراديو رابل لأنها كسبت، والناس بتهلل بصوت يصم الودان من الفرحة، وستيسي بيبان عليها الانكسار والحزن الشديد. وفي اللحظة دي بما إنها مش هنا عشان تستلم تاجها، بيقولوا يمكن التاج يروح للي واخدة المركز التاني. وهنا صوت تارا بيطلع من السماعات وبتعترف قدام الكل إنها البنت المخفية اللي قاعدة في الكورنر، اللي عمرها ما بترفع ايديها في الفصل وبتراقب الكل في صمت من بعيد. ولما بتخلص كلامها تارا بتمشي خطوة بخطوة لنص المسرح قدام الكل، والمديرة اللي كانت مستخبية في الزحمة وبتراقب بتقتحم المسرح وتخطف المايك بعصبية، وبتهدد تارا بالفصل فورا قدام الناس، والجمهور بيشهق من الصدمة ومش مصدق. وفي اللحظة الصعبة دي أودري بتتكلم الأول عشان تدافع عنها، وبتقول بأعلى صوت أنا راديو ريبل، والأصوات بتعلى واحد ورا التاني في القاعة، والكل بيقف ظهر تارا ويدعمها. وقدام اتحاد الطلاب اللي بقوا إيد واحدة وقوة ما تتكسرش، المديرة ما بتبقاش قدامها أي حل غير إنها تنسحب مهزومة. وكامي بتدي التاج لتارا لأنها عارفة إن الشرف ده من حقها بجد، بس تارا بتهز راسها وترفض، وبتحط التاج على راس ستيسي بدل منها، وبتقول أنا راديو ريبل جدا. وستيسي بتكون مذهولة ومش مستوعبة ومش فاهمة ليه بتتعامل بالطيبة دي بعد كل العداوة والمشاكل اللي عملتها. وتارا بتقول لها إن ستيسي بتمثل الحاجة اللي بنات كتير نفسها تكونها، وإنها تستحق المجد ده زيها زي أي بنت هنا. وبعد ما العقدة دي بتتفك، الاتنين أخيرا بيسلموا على بعض وبيتصالحوا وبيفتحوا صفحة جديدة. وبعد كده جافن بيغني أغنية الأصلية بتاعتهم وبيهديها للبنت اللي تهمه واحتلت قلبه. ولما الأغنية بتخلص تارا بتعرف مفاجأة تانية، إن عامل الدليفري اللي ساعدها تهرب كان جافن نفسه، وهو كان عارف سرها من البداية، بس احترم قرارها إنها تفضل مستخبية وما ضغطش عليها. وفي الليلة دي هما الاتنين خدوا خطوات شجاعة جدا، وبطبيعة الحال كملوا مع بعض، والسر اللي كان مستخبي في الضلمة في النهاية بقى رحلة عظيمة لإنقاذ النفس. وتارا في الحقيقة ممكن تكون جبانة وبتخاف، بس صوتها حنين وقوي في نفس الوقت، ودايما بيشجع المستمعين يواجهوا نفسهم ويتحركوا لقدام بشجاعة وثقة. والشجاعة اللي بتديها لغيرها دي بتعالج جروحها هي كمان بالبطيء، وهي أخيرا بتفهم وتتأكد إن النور الحقيقي مش موجود في المظاهر أو في أضواء المسرح الكذابة، لكنه موجود جوه الروح من جوه، ومولود من الشجاعة الثابتة إنك ببساطة شديدة تكون نفسك وبس. تفتكر لو كنت مكان تارا كنت هتقدر تقف قدام المدرسة كلها وتكشف سرك، ولا هتفضل مستخبي؟ مستني رأيك في التعليقات تحت. سلام.